السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات مادة العلوم وقناة بوابة العلوم. تعالوا بينا يلا نبتدي يا سنة اولى مع بعض حل امتحان متوقع، امتحان الترم الاول عام 2024. يلا بينا نبتدي. السؤال الاول معانا في الامتحان عبارة عن الف وب وجيم والف اكمل العبارات الاتية. تعالوا بينا نشوف العبارة رقم واحد. طالب مني الرمز الكيميائي لعنصر الرصاص. طبعا الرمز هيكون عبارة عن P. أما بقى الرمز الكيميائي لعنصر الكبريت فهو حرف الاس. أما بقى العبارة رقم اتنين، عدد القواطع في الفك العلوي لليربوع نقط. طبعا القواطع الموجودة في الفك العلوي هما اتنين، أما بقى عددها في الفك العلوي للأرنب فهم طبعا عبارة عن 4 قواطع. العبارة رقم 3، العنصر السائل بيتركب جزيئه من ذرة واحدة هو نقط. طبعا العنصر السائل ده هو الزئبق. أما بقى العنصر السائل اللي بتكون جزيئه من ذرتين فطبعا ده هيكون البروم. أما بقى العبارة 4، بتستخدم سبيكة نقط في صناعة ملفات التسخين. طبعا دي بتكون سبيكة النيكل كروم، فهنكتب هنا كده مكان النقط النيكل كروم. أما بقى بتستخدم سبيكة نقط في صناعة الحلي، طبعا سبيكة النحاس والذهب. أما بقى العبارة 5 والأخيرة، بتتحول الأطراف الأمامية في الحوت إلى نقط. طبعا الأطراف الأمامية بتتحول إلى مجاديف، وطبعا ده لتلائم وظيفة العوم في الماء. كده نكون انتهينا من إجابة ألف. تعالوا بينا ننتقل لب، وب بعنوان اذكر أهمية أو استخدام كل من الخلايا الشمسية. طبعا الخلايا الشمسية أهميتها أو استخدامها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. أما بقى رقم 2، غاز الهيليوم، فطبعا وظيفته أهميته ملء بالونات الاحتفالات. أما بقى 3، تغطية قطع غيار السيارات بطبقة من الشحم. ليه بنغطيها بطبقة من الشحم، أو إيه هي وظيفة أو أهمية طبقة الشحم؟ طبعا وظيفتها هي حمايتها من الصدأ. أما بقى العبارة 4، الأسنان الأمامية للقنفذ. طبعا الأسنان الأمامية دي أهميتها أو استخدامها تمكنه من القبض على الحشرات. كده بالشكل ده نكون انتهينا من إجابة ب في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم. جيم عبارة عن سقط جسم من قمة مبنى ارتفاعه 20 متر، وكانت طاقة حركته في منتصف المبنى 200 جول. في منتصف المبنى طاقة الحركة كانت 200 جول. عايزني أحسب وزن الجسم وطاقة وضع الجسم عند قمة المبنى. هو مديني طاقة حركته عند منتصف المبنى، وعايز طاقة الوضع عند قمة المبنى. تعالوا بينا يلا نبتدي حل المسألة. وأول حاجة عندنا عند منتصف الارتفاع طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة كلها بتساوي 200 جول. ده عند منتصف الارتفاع. طب منتصف الارتفاع ده قد ايه؟ طبعا هو قالك انه ارتفاع مبنى ارتفاعه 20 متر، يعني منتصف الارتفاع هو 10 متر. قسمنا ال20 على 2. طب دلوقتي بقى انا عايزة احسب وزن الجسم. هحسب وزن الجسم ازاي؟ طاقة الوضع اللي هي موجودة عندي في المسألة اللي هي 200 على الارتفاع اللي انا عرفته ان هو 10 متر. طبعا هتطلع النتيجة 20 نيوتن، هو ده وزن الجسم. كده بقى انا عندي وزن الجسم. دلوقتي بقى عايز مني طاقة وضع الجسم عند قمة المبنى. طاقة الوضع عند قمة المبنى بتساوي وزن الجسم في الارتفاع. وزن الجسم قد ايه؟ 20 نيوتن، احنا لسه حاسبينه. طب الارتفاع كام بقى؟ الارتفاع الخاص بقمة المبنى، يعني المبنى كله ارتفاعه 20 متر، يعني معنى كده ان هو 400 جول. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل المسألة وعرفنا وزن الجسم وكمان طاقة وضع الجسم عند قمة المبنى. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني، والسؤال التاني ألف علل لما يأتي. رقم 1، علل بتوضع المدفأة الكهربائية على أرضية الغرفة. طبعا السبب اللي بيخلينا نحط المدفأة الكهربائية على أرضية الغرفة هو إنه يتم تسخين الهواء القريب منها فتقل كثافته، بالتالي يرتفع لأعلى،
ويحل محله هواء بارد أكبر كثافة، ويستمر صعود وهبوط تيارات الهواء إلى أن يتم تدفئة جو الغرفة بالكامل. هي دي إجابة العبارة الأولى. أما بقى العبارة التانية، علل البراميسيوم من الكائنات الدقيقة. طبعا الإجابة هتكون لأنه كائن وحيد الخلية، لا يمكن رؤيته إلا بواسطة المجهر اللي هو الميكروسكوب المركب. كده نكون انتهينا من العبارة التانية. تعالوا بينا بقى ننتقل للعبارة التالتة. العبارة التالتة بسؤال علل اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه في كوب به ماء فترة من الزمن. طبعا الإجابة هتكون لأنه بتنتشر جزيئات الملح في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات المية، هو ده سبب اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه في كوب بالماء. أما بقى العبارة 4، علل بتستخدم أسياخ من الحديد في خرسانة المباني ولا تستخدم أسياخ من النحاس. طبعا الإجابة هتكون لأن الحديد أكثر صلابة من النحاس، هي دي إجابة العبارة. أما بقى العبارة 5، علل بتلجأ بعض الحيوانات إلى البيات الشتوي. طبعا الحيوانات بتلجأ للبيات الشتوي عشان تتغلب على الانخفاض الشديد في درجة الحرارة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال التاني. تعالوا بينا ننتقل لب. بعنوان أي الأشكال التالية اللي بيعبر عن جزيء عنصر وأي بيعبر عن جزيء مركب، وعايزني أذكر عدد العناصر المكونة لكل جزيء. أول شكل معانا ده الشكل رقم 1، ده طبعا جزيء مركب بيتكون من عنصرين، شايفين فيه نوعين من الذرات. أما بقى رقم 2 فده جزيء عنصر، الذرتين متماثلتين، عدد العناصر المكونة ليه هو عنصر واحد لأن الذرات متماثلة. أما بقى رقم 3 فالشكل ده بيتكون من 3 عناصر، شايفين في 3 أشكال للذرات، طبعا ده هيكون جزيء مركب. أما بقى ج فهو عبارة عن عنصر س، بتدور إلكتروناته في 3 مستويات للطاقة، والمستوى M له مكتمل بالإلكترونات، فكم يكون العدد الذري والعدد الكتلي. عايز يعرف العدد الذري، طبعا العدد الذري بيساوي عدد الإلكترونات، وهو الإلكترونات بتدور في 3 مستويات للطاقة اللي هما K و L و M. طبعا K بيكون فيه 2 و M بيكون و L بيكون فيه 8، وطبعا M برضو هيكون فيه 8 لأنه مستوى M فيه مكتمل بالإلكترونات. يبقى كده عدد الإلكترونات كله قد إيه؟ 18 إلكترون، يبقى عدد الإلكترونات هو نفس العدد الذري هو 18. أما بقى العدد الكتلي أجيبه إزاي؟ هو بيقولي إنه عدد الجسيمات بنواة العنصر ده هما 40 جسيم، يعني معنى كده إنه العدد الكتلي فيه 40، لأنه العدد الكلي ده عبارة عن عدد البروتونات وعدد النيوترونات. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني في الامتحان. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الثالث، ألف اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين. تعالوا بينا نشوف مع بعض العبارات ونختار سوا الإجابة الصحيحة. رقم 1، بتتحول الطاقة في البندول المهتز من طاقة نقط. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون إن هي بتتحول من طاقة وضع إلى طاقة حركة والعكس، يبقى هنختار الاختيار ده. أما بقى رقم 2، عدد الأصابع الأمامية في الصقر نقط. طبعا الإجابة هتكون إن هما 3 أصابع. أما بقى رقم 3، بيمكن التمييز عن طريق التوصيل الكهربي بين كل من الحديد والنحاس، الخشب والبلاستيك، الحديد والخشب. طبعا الإجابة الصحيحة هي الحديد والخشب، أقدر أميز بينهم بالتوصيل الكهربي، الحديد هيكون موصل للكهرباء، الخشب هيكون غير موصل. أما بقى رقم 4، نبات البسلة من النباتات نقط. طبعا الإجابة هتكون ذات الفلقتين. أما بقى العبارة 5 والأخيرة معانا، عدد العناصر بيساوي عدد الذرات في جزيء نقط. طبعا الإجابة هتكون كلوريد الهيدروجين، هو ده اللي عدد العناصر عنصرين بيساوي عدد الذرات في جزيء. دلوقتي بقى هننتقل لب وب في السؤال الثالث بعنوان ماذا يحدث إذا. تعالوا نشوف رقم 1، وقفت الحشرة الورقية على حائط أبيض. الحشرة الورقية دي بتبقى شبه ورقة الشجر، لو وقفت على حائط أبيض إيه اللي هيحصل ليها؟ طبعا الإجابة هتكون بتصبح
هدف ظاهر للأعداء. أما بقى العبارة رقم 2، زادت سرعة جسم متحرك للضعف بالنسبة لطاقة حركته. لو زادت السرعة للضعف، طاقة الحركة ايه اللي هيحصل فيها؟ طبعا هتزداد إلى 4 أمثال قيمتها، يبقى تزيد إلى 4 أمثال قيمتها. أما بقى رقم 3، ماذا يحدث إذا تم إضافة 200 سنتي مكعب من الكحول إلى 300 سنتي مكعب من الماء؟ طبعا اللي هيحصل إنه بتنتشر بعض جزيئات الكحول في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات الماء، فيتكون مخلوط حجمه أقل من مجموع حجميهما قبل الخلط. هو ده اللي هيحصل لو أضفنا كحول إلى ماء. أما بقى العبارة 4 واللي بتقول ماذا يحدث إذا حدث احتكاك بين إطار الدراجة وسطح خشن؟ طبعا هترتفع درجة حرارة الإطار. أما بقى العبارة اللي بعدها واللي بتقول ماذا يحدث إذا تزاوج رجل إفريقي بامرأة أوروبية؟ طبعا اللي هيحصل لو رجل إفريقي تزوج بامرأة أوروبية إنه بينتج نسل خصب من نفس النوع، هيقدروا ان هما يخلفوا اشخاص، والاشخاص دول هما كمان هيكونوا قادرين على الانجاب. كده بالشكل ده نكون انتهينا من اجابة ب. تعالوا بينا بقى ننتقل للجيم. جيم بعنوان اذكر مثال واحد لكل من. رقم 1، نبات من السرخسيات. طبعا السرخسيات زي الفجير. اما بقى مصدر دائم للطاقة فطبعا هتكون الشمس. اما بقى مادة درجة انصهارها منخفضة فطبعا زي الشمع. اما بقى حيوان فقاري فطبعا زي الاسد او اي حيوان عنده عمود فقري. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال الرابع والاخير في الامتحان يا سنة اولى. الف، السؤال الرابع، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات. ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط. طبعا ده بيكون العنصر. اما بقى رقم 2، نباتات لا تتميز الى جذور وسيقان واوراق. طبعا دي بنقول عليها الطحالب. اما بقى رقم 3، مناطق وهمية حول النواة بتتحرك خلالها الالكترونات حسب طاقته. طبعا المناطق الوهمية دي اسمها مستويات الطاقة. أما بقى رقم 4، انتقال الحرارة من جسم درجة حرارته مرتفعة إلى الوسط المحيط دون الحاجة إلى وسط مادي تنتقل من خلاله. طبعا ده بنقول عليه انتقال الحرارة بالإشعاع. من غير أما احتاج لوسط مادي تنتقل الحرارة خلاله، ده بيكون انتقال الحرارة بالإشعاع. أما بقى خامس عبارة والأخيرة، جهاز بيتكون من محلول حمضي بينغمس فيه معدنين مختلفين متصلين بسلك. طبعا ده العمود الكهربي البسيط. كده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الرابع. دلوقتي بقى هننتقل لب في السؤال الرابع واللي بعنوان استخرج الكلمة غير المناسبة واكتب ما يربط بين باقي الكلمات. قنديل البحر، الديدان، المحار، الأخطبوط. طبعا الحاجة غير مناسبة هي المحار. طب ايه اللي بيربط ما بين باقي الحاجات؟ طبعا ان هي حيوانات رخوة. اما بقى الزيت، خشب، الفلين، الحديد. طبعا الحاجة المختلفة الحديد. واللي بيربط ما بين باقي الحاجات ان هي مواد تطفو فوق سطح الماء. اما بقى اللي بعده ورقم 3، الديونيا، حمول الماء، الدروسيرة، الفول. طبعا الحاجة المختلفة الفول. طبعا اللي بيربط ما بين باقي الحاجات ان هي نباتات اكلة للحشرات او نباتات مفترسة. نكتب كلمة مفترسة يعني اكلة للحشرات. اما بقى رابع حاجة واخر حاجة معانا، طاقة الحركة، الشغل، القوة، الازاحة. طبعا الحاجة المختلفة هي طاقة الحركة، لانه الشغل بيساوي القوة في الازاحة، يعني ده قانون الشغل، القوة في الازاحة. الحاجة المختلفة هي طاقة الحركة هي المختلفة. كده نكون انتهينا من اجابة ب. دلوقتي بقى ننتقل لجيم، وجيم بعنوان
وضعت كرتان لهما نفس الحجم ومختلفان في نوع المادة في إناءين بيحتويين على نفس السائل. أكمل ما يأتي. الكرة ذات المادة الأكبر كثافة توجد في الإناء نقط. اللي كثافتها أكبر تفتكروا موجودة في الإناء رقم 1 ولا رقم 2؟ طبعا الإجابة هتكون إن الكثافة أكبر هتكون موجودة في الإناء رقم 1. أما بقى رقم 2، إذا كان حجم الكرة في 5 سنتي وكتلته 30 جرام فإنه كثافته تساوي. طبعا الكثافة هتكون عبارة عن إننا هنقسم الكتلة على الحجم، واحنا الكتلة عندنا 30 جرام والحجم 5، يبقى 30 على 5 طبعا 6. وطبعا الكثافة وحدة القياس الخاصة بيها بتكون جرام لكل سنتي مكعب. أما بقى رقم 3 وآخر حاجة معانا، عند زيادة حجم الكرة في الإناء واحد، لو الحجم الكرة دي زاد فإن كثافة الكرة بتساوي نقط. طبعا الكثافة هتكون ثابتة ما بتتغيرش مهما اتغير الحجم، يبقى معنى كده فإن كثافة الكرة تساوي إن هي تظل ثابتة وكثافتها هتساوي 6 جرام لكل سنتي مكعب. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل الامتحان، امتحان متوقع الصف الأول الإعدادي الترم الأول عام 2024.